في مقابلة خاصة لبرنامج صدى الملاعب على شاشة MBC ستعرض هذا اليوم، تحدث الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السعودي عن مشاعره عقب ضياع اللقب الآسيوي وعن التحكيم في المباراة النهائية، ووجه رسائل قوية لأكثر من جهة. نتابع بعضا مما سيعرض هذه الليلة. احنا كنا الأحق بالبطولة، وأنا أرى أنه فريقنا هذا احنا رافعين راسنا فيه، وهو الفريق يعني هو الفريق البطل، شاء من شاء وأبى من أبى. بطولة سلبت من الهلال عيانا بيانا وأهديت لفريق لا يستحق البطولة. احنا كنا الأفضل في المباريتين، وصلنا، تخطينا السد، تخطينا العين، وصلنا قبلها لدور الثمانية السنة اللي فاتت بالمجموعة هذه تقريبا، يعني في بعض التغييرات البسيطة. والنهائي كنا مسيطرين على المباراتين، أضعنا 30 فرصة وسلبت مننا 6 ضربات جزاء بحكمين لم يكونوا. طبعا الحكم الثاني كان كارثة، الحكم الأول في ضربتين جزاء ما أستطيع أنه يعني أني أنا أحمد الحكم فيها 100% نتيجة المباراة يعني.